يقولون أن مثلا كذب في الإنسان منشأه إما الخوف وإما الطمع. الإنسان لماذا مثلا يكذب؟ نستجير بالله. إقبال الإنسان على الكذب لأنه يحاول باصطلاح إما الفرار من شيء مخيف، يعني يخاف يقع في عقوبة، يخاف أن الناس مثلا يتكلمون عليه، يخاف من أشياء فيكذب، أو طمعا في تحصيل الأموال يكذب. في كتب الأخلاق هكذا موجود. المبدأ للصدق مثلا للكذب عبارة عن الخوف أو الطمع، باصطلاح ترغيب و تشویق. يعني الإنسان يصدق إما لرغبة، يكذب إما لرغبة في تحصيل المال أو خوفا من جهة. وكذلك بالنسبة إلى المنتهى، وأن الإنسان إذا انتهى مثلا في الكذب وكذب تدريجا يفقد موقعيته الاجتماعية. الناس ينظرون إليه أنه موجود غير قابل للاعتماد عليه، له شخصية اجتماعية، له شخصية علمية، له شخصية فكرية، له شخصية سياسية. إذا عرف بين الناس بأنه كذاب تدريجا يفقد هذه المكانات، المكانة الاجتماعية، المكانة السياسية.